يا ترى احنا دعانا ليه في البيت واحنا غايبين؟ زمان مبهدلنا. زمان قلب عليه وطيه، ده ما بنفضش مكان ما هو نايم. يلا اتفضلي اطلعي. فانزات اشطر كتكوت احلى كتاكيتو. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. تعالوا بقى اخدكم معايا حته جوله في المستنقع من الاعماق. كنت انا كده وست حبايبي حزينه في اسكندريه وجايين على البلد، وفتحنا وشفنا منظر لا يتحمله اي عقل. يا لهوي تاني اهدي. والسوق فتح عندنا يا ولاد، الظاهر السوق فتح عندنا. قلت اكيد اللي عامل الخراب والدمار هو الفرعون الكبير الصغير. بس انا خايفه اللي يكون في دماغي صح يا ولاد. ده باينه صح يا ولاد، ده كان قابض جمعيه ب 20,000 جنيه، باينه صرفها كلها. عشان بقى نوريكم احنا هنعمله البيت ده ازاي وهنخلصه في 8 5 دقيقه. محتاجه منكم تدعوا لاخواتنا في الاراضي المجاوره وتصلوا بينا على النبي وترزعوا الله في الجميل وتعالوا معانا. شلنا كده حكشه اللوكشه الفرعون الكبير ورميناهم بره في الشارع، ما لهمش عندنا اي 30 لازمه. ورحنا قافلين الباب وداخلين. قلت ايه ده هنعمله؟ قالت لي بس روحي غيري هدومك وكل واحد فينا يمسك حاجه يعملها. قلت لها ماشي كلامك. وما تنسوش بقى تدعوا لست حبايبنا ربنا يشفيها ويعافيها ويديها الصحه. اخذت الكبايات وراحت داخله بيهم على المطبخ وعينك ما تشوف الا النور. حطت بقى الصابون في البتاع ديت ومسكت الميه وفتحتها وقالت يلا بينا بقى هوب ده بالكيك شقلباظ وانشقلت كله في قلب بعضه. ومسكت السفنجه وفضلت تدعك 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 وتمرشهم تمرشهم تمرشهم. وخدتهم بقى واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت فوق واديله ادي اديله ادي اديله ادي واديله ادي اديله ادي اديله ادي واديله لحد ما اديتهم على عينيهم. وغسلت الاول الكبايات وبعد كده غسلت الطاسه التيفال. وملحوظه اوعك تغسلي الطاسه التيفال ولا الحله التيفال بالسلك تخربشيها وتبوظيها وجوزك يرمي عليك اليمين على طول او الشمال، ما مش متذكره يعني. بعد ما خلصت بقى دعكان وشطفان ومسكت المعالق. احنا بنعمله بالترتيب، اول حاجه الكوبايات وبعد كده الاطباق وبعد كده الصواني وبعد كده الطاسات والكوازين والحاجات بتاعه الشرب الاول وبعد كده حاجات الاكل. احنا عندنا نظام كده في الحاجات. ومسكت الطاسه شطفتها ودخلت على الحله التيفال ديت. ما اعرفش دي ايه اللي مطلعها، دي ايه اللي مطلعها من الدولاب، انا مش عارفه. دي مخلينا المناسبات الخاصه. وسلكت الحوض كده الاول بس ما سحبش ميته. وغسلت الفنجان بتاع الفرعون الكبير الصغير. وعشان انتوا عارفين ان اهم من الشغل تظبيط الشغل، مسكت الحيطه ودعكتها والرخامه ونضفتها وعلى الحنفيه شطفتها وقعدت كده تدعك في كل حته. فقعدت تعمل في الحوض. بص الحركه ديت هتخلي لك الحوض بتاعك يسلك في 8 5 دقايق. مسكت ايدها ضغطت بيه راحت الميه راحت نازله وحطت شويه صابون ومسكت الاسبونشه ومسكت الحوض ومرشته حته مرشه والمرشه العيد الكبير. وبعد ما شطفته كده وظبطته عشان هي قالت لي اهم من الشغل زي ما قلت لكم تظبيط الشغل. وتعالوا بسرعه البر نقول فزوره اليوم. من هو النبي عليه السلام الذي كان يتحكم بالرياح؟ اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات واللي ما يعرفش يقول سبحان الله او يستعين بصديق. كنت انا غيرت هدومي وطلعت لقيت الكياس دي ولقيت الشنط لميتهم في قلب بعض ولقيت بقى برطمانات فاضيه ولقيت بصل وتوم مفروم ولحمه مفروكه وعيش وحاجات حلوه جدا. قلت له والله مش خساره فيك الكركبه اللي انت عاملها. ولقينا الجبنات بقى والحاجات الجميله جدا اللي احنا ما شفناش من زمان. وكرومبا، هي دي كرومبا يا مالك كرومبا مسخوطه كده زي ما انتوا عارفين يا ولاد ان انا قصيره ومش طالعه ورقي ناشف. بس قلت يا بت وعادي كله يهون عشان فنزات اشتر كتكوت يشوفوا من تحت ايدينا حاجه حلوه. ولقينا برده صابون والعجينه. حد استخدم عجينه قبل كده؟ اللي استخدم يقول لي في الكومنتات اللي استخدمتها ولا لا. عجينه بتاعت الغسيل مش العجينه بتاعت الاكل. ودخلت هنا على البوتاجاز وشالت الشيالات وشالت الكوش وشالت كل حاجه من على البوتاجاز ومسكت الاسبونشه ومسكته مرشته حته مرشه. قعدت تدعك فيه تدعك تدعك تمرش وتمرش وتمرش لحد ما خليته فل شمعه منوره بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وبعد ما مسحته وظبطته بقى شمس مزنهره. شفت الضي بقى بيطلع منه ازاي؟ كان هيخسر لو كان عمل كده، ولا هو عشان الراجل مش عايز يعمل اي حاجه خالص في البيت؟ طب ما هو اللي عامل الموضوع ده والمفروض من اتلف شايف عليه اصلاحه. هو عامل الاتلافات دي المفروض كان صلح ونظف وظبط بعديه. واحنا لازم نتجمع بنات ونعمل كده حمله ضد الرجاله عشان اللي يوسخ حاجه ينظفها مكان، مش هم يوسخوا واحنا ننظفه. انتوا معايا ولا ايه رايكم في الموضوع ده؟ بعد ما خلصت بقى الغسيل والتمسيح مسكت الارض وكنستها ورحت داخله على الحاجات المحطوطه على الترابيزه. قلت ايه ده يا ولاد احنا واقعين على كنز ولا ايه؟ قلت له ايه ده انت جايب مقاطعه؟ قال لي قسما عظما ما جبتها ده جايه لي كده واحد جايبهم لي هديه. قلت له كنت رميتهم في وشه. قال لي عيب دي مش معامله ولود البلد. انتوا رايكم ايه لو حد جاب لنا هديه حاجه مقاطعه نرميها ولا نخليها؟ رايكم يهمني. وحطيت بقى المكرونه والسكر والزيت في الثلاجه ما اعرفش ليه برده. ومسكت هنا البتاع رصيت فيها الفلفل الالوان والمش الوان والقلقاس. مين اللي بيحب القلقاس يا ولاد؟ اللي بيحب القلقاس يعمل منشن للناس اللي بتحب القلقاس عنده. وحطيت الكوسه وحطيت الطماطم والفلفل والبسله والبتنجان الطويل وايه وشويه الجزر وشويه خضار. مش عارفه والله الفرعون ده انا مش عارفه نقول له ايه. حابه اشكره من خلالكم في الفيديو ده واقول له الف شكر الحاجات الجميله اللي انت جبتها دي. واللحمه جاب لحمه يا جماعه لحمه. وهنا كان سمك بوري وشويه بهارات بقراطيس زي بتوع زمان. فاكرين زمان لما كنا بنشتري بهارات بباريزه وبشلم؟ كانت كده في الورق كده برضه. علبه مناديل كبيره عشان احنا بنستخدم مناديل على طول. هو اي نعم صرف 20,000 جنيه بتوع الجمعيه كلهم بس مش مهم. ما هو يا دوب 20,000 جنيه يجيب خزين شهر الاسره مكونه من 3 افراد. ما هي الحاجه رخيصه يا ولاد.
الله. لا مسكت بقى الارض قعدت اكنس فيها، اكنس اكنس اكنس، رحت رايحه على الترابيزه الاول شدها ومنزله كل اللي عليها، ولما الكنسه كده الجاروف ورحت ماسكه التكات معدلها. وهنا شكل البيت بعد ما خلصنا. بالله عليكم ايه رايكم يهمني في الكومنتات، تقولوا لنا ان احنا ستات شاطره ولا ما احنا الشاطرين. شوف خد مننا تعب ومجهود السنين. قلت له عقابه ليك بقى تدخل تصور الفينش بعد ما خلصنا، بعد ما صح من النوم يعني في العتبه وهو نايم. وده شكل البيت بعد ما روقناه الدنيا اللي علينا واحنا جايين من الصبح. ما تنسوش بقى لايك والكومنت وشير، تتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.